حسن الظن في الإسلام هو خلق قلبي رفيع يقتضي ترجيح جانب الخير على الشر في تصرفات الآخرين، وهو علامة على كمال الإيمان وسلامة الفطرة، ويشمل حسن الظن بالله أي الثقة برحمته وقضائه، وحسن الظن بالمسلمين أي بمحمل تصرفاتهم على المحامل الحسنة، ويعد واجبا شرعيا يحافظ على تماسك المجتمع وطهارة القلوب، كما أمر الله باجتناب سوء الظن والتجسس. أما أهمية ومكانة حسن الظن هي: أولا، علاقة وثيقة بالإيمان، فحسن الظن دليل على كمال إيمان المرء، بينما سوء الظن من علامات النفاق. ثانيا، طهارة القلب، فينم عن نفس صافية وسليمة وراحة بال واطمئنان. ثالثا، حماية المجتمع، فإنه يقوي الألفة والمحبة ويقطع الطريق على الشائعات والفتن التي يزرعها الشيطان. رابعا، هي أمر قرآني، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أما أنواع حسن الظن فهي: أولا، حسن الظن بالله، هو اليقين برحمة الله والرضا بقضائه والثقة بفرجه وعدم اليأس من روحه. ثانيا، حسن الظن بالناس، هو حمل تصرفاتهم على محمل خير والتماس الأعذار لهم وتجنب التهمة بغير دليل، خاصة للمؤمن المستور الحال. أما ثمرات وآثار حسن الظن فهي: أولا، إغلاق أبواب الشيطان، فهو يحمي من الغيبة والتجسس واحتقار الآخرين. ثانيا، تقوية الروابط الاجتماعية، فهو ينشر الثقة والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم. ثالثا، إحسان العمل، فالمؤمن يحسن الظن بالله فيحسن العمل، بينما يسيء المنافق الظن فيسيء العمل. والفرق بين حسن الظن وسوء الظن هو: حسن الظن ترجيح جانب الخير والتماس العذر، بينما سوء الظن ترجيح جانب الشر وتصديق التهمة. والسؤال هنا: متى يجوز سوء الظن؟ لا يحرم سوء الظن في من يجاهر بالمعاصي أو يظهر الفجور، فقد عرض نفسه لذلك، لكن غير ذلك يستوجب حسن الظن. الخلاصة: حسن الظن راحة لقلبك قبل أي أحد. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وبعبادك، وراحة القلب وسلام النفس.